في رجالة محدش يقدر يبص لهم في عينهم من غير ما يحس بحاجة غريبة، مش لأنهم بيصرخوا ولا بيهددوا حد، لأن سكاتهم بس بيقول كلام أكتر من أي حد بيتكلم. النهاردة هتعرف إزاي تبقى الراجل ده، الراجل اللي مستحيل يتجاهل. موكيافيلي قال جملة واحدة غيرت مفهوم القوة لآلاف السنين: مش مهم إنك تتحب، المهم إنك تتحسب. وعشان تتحسب لازم تبدأ من حتة واحدة بس، نفسك. قبل ما تفكر تسيطر على أي حد أو أي موقف أو أي فرصة، اسأل نفسك: أنا مسيطر على نفسي؟ على غضبي؟ على كلامي؟ على وقتي اللي بتضيعه في ناس مستحقاش دقيقة منه؟ القعدة الأولى واللي كتير خايفين يقولوها: خليك انت أولويتك، من غير ما تحس بالذنب. مش أنانية، دي بقاء، لأن اللي بيدي كل حاجته للكل بيفضى من جوه وبيبقى أول واحد الناس تدوس عليه. الصمت سلاح محدش بيتعلمه. لما تسكت الناس بتبدأ تحاول تفهمك، ولما محدش قادر يفهمك محدش قادر يتلاعب بيك. الكلام الكتير بيدي تفاصيل، والتفاصيل نقطة ضعف. الراجل الهادي الغامض اللي بيتكلم بالقليل ده اللي بيحكم الأوضة من غير ما يرفع صوته. الغضب بيتكلم بالنيابة عنك وبيقول حاجات انت هتندم عليها، لكن الراجل اللي مسيطر على نفسه بياخد لحظة، بيفكر وبعدين يرد. القرار اللي بيتاخد ببرود قرار محسوب، القرار اللي بيتاخد بانفعال غلطة بتلبس شكل قرار. الناس اللي حواليك دول مرآتك. لو دايرتك واطية سقفك هيفضل واطي مهما حاولت. اختار بعناية، مش كل حد يستاهل يشوفك وانت بتبني نفسك. عايز تبقى شخص محدش يقدر يستغني عنه؟ ابقى قيمة مش وجود. لما تكون قيمة هيدوروا عليك، لما تكون مجرد وجود هينسوك أول ما تختفي. القوة الحقيقية مش في اللي بتقوله للناس، هي في اللي بتفعله لما محدش شايفك، في الانضباط اللي محدش بيصفق لك عليه، في السكوت اللي بيخليك أقوى من أي صوت عالي. كده تبقى الراجل اللي مستحيل يتجاهل، مش لأنك عايز الكل يحبك، لكن لأنك بقيت قوة محدش يقدر يمشي جنبها من غير ما يحس بيها.